المشاهدين، اهلا بحضراتكم معنا النهارده لقاء جديد بيجمعنا بيكم على الهواء مباشره من خلال برنامجكم في قلب الحدث. معنا ومعكم الكثير من الموضوعات والقضايا دائما اللي بنطرحها من خلال البرنامج. دائما من خلال برنامجنا بنحاول جاهدين نلقي الضوء على كثير من الموضوعات الهامه، واهم هذه الموضوعات دائما بنتكلم عنها هي المنظومه الصحيه او منظومه التامين الصحي الشامل اللي بدات بالفعل في محافظه بورسعيد وتلاها محافظه الاسماعيليه، اللي بتقدم العديد من الخدمات إلى المنتفعين في عدد من الوحدات وعدد من المستشفيات داخل محافظة الإسماعيلية، ومن خلال القرى ومن خلال أيضا المراكز وغيرها من أماكن كثيرة جدا بتقدم من خلالها هذه الخدمات لكل المنتفعين. مستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بمنطقة أبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية بتقدم أكثر من 900 ألف خدمة طبية وعلاجية بأعلى نسبة مستويات للجودة العالمية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، وده طبعا منذ بدء تدشين المنظومة بالمحافظة. وقدمت حتى الآن المستشفى أكثر من 100 ألف خدمة طبية من خلال قسم الطوارئ و580 ألف فحصا معمليا وتشخيصيا، فضلا عن تقديم ما يقرب من 16 ألف عملية جراحية وتدخل جراحي تراوحت كلها ما بين عمليات كبرى ومتوسطة ومتقدمة، وفي عمليات أخرى ذات طابع خاص، وبتحتاج كل هذه العمليات إلى مهارات متقدمة باستخدام أحدث التقنيات. خلونا النهاردة نقترب أكثر من مستشفى الجراحات الدقيقة والطوارئ بأبو خليفة ونتعرف أكثر عن ما تقدمه من العديد من الخدمات لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل. بيسعدنا النهاردة أن يكون ضيفنا على الهواء الأستاذ الدكتور أحمد عبد الباقي، مدير مستشفى أبو خليفة للطوارئ والجراحات الدقيقة بمحافظة الإسماعيلية. برحب بيك يا دكتور، أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. كل سنة وحضرتك طيب وبخير. وحضرتك طيبة يا فندم. خلينا نبدأ مع حضرتك مع حدث هام أو عملية ذات طابع خاص تمت في أبو خليفة، وكانت للطفلة الفلسطينية ديما الأقرص اللي تم نقلها في أحداث غزة، وتم نقلها إلى المستشفى وتم إجراء عملية جراحية دقيقة ذات طابع خاص في مستشفى أبو خليفة للطوارئ والجراحات الدقيقة. تمام. الأول بيشرفني أكون موجود مع حضرتك، برحب بحضرتك ومشاهدي القناة الرابعة وأهل الإسماعيلية كلهم. بالنسبة لحالة ديما جات لنا من المعبر مصابة بتهتكات وفقد في الأنسجة ما حول الركبة وكسور مفتتة مثبتة تثبيت خارجي، وللأسف هم يعني أشقائنا في غزة لما تعرضوا للعدوان اتقدم لهم الخدمة الطبية الأولية اللي هي تثبيت الكسور بمثبتات خارجية، وطبعا نظرا للظروف اللي هناك ما كانش فيه عناية بالجروح كافية، وعشان كده كتير من المصابين لما كانوا بيجوا لنا كان بيبقى عندنا مشكلة ان احنا لما بنبص على الجروح بتاعتهم ونقيمهم بنكتشف ان اغلبهم عنده مشكلة التهاب وعدوى في الجروح اللي اتعملت العمليات عندهم في غزة. وبالتالي بنسحب المزارع بتاعتنا والمريض بيبدأ برنامج تأهيل وتجهيز عشان نبدأ خطة العلاج بتاعتنا اللي في حالة ديما ما كانتش تدخل جراحي واحد، كانت سلسلة من الجراحات. ديما ما عملتش عملية واحدة، ديما عملت 6 عمليات في آخر فترة كانت فيها عندنا في المستشفى، وقبلها كانت عندنا المخ والأعصاب والتجميل والعظام، صح كده؟ ديما عملت مع جراحات التجميل جراحات ميكروسكوبية وزرع شريحة بيولوجية مع جراحة التجميل، دخل معاهم جراحة العظام وجراحة الأوعية الدموية عشان تثبيت الكسور بتاعتها. قسم العلاج الطبيعي عمل قدامنا اللي ديما مازن الأقرص بالظبط، الطفلة الفلسطينية اللي تم نقلها إلى بعد تعرض منزلها للهدم، وبالتالي تم نقلها إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ والجراحات الدقيقة. وزي ما دكتور أحمد بيقول لنا إن هي تم عمل ليها عملية ذات طابع خاص لأنها متعددة التخصصات. بالظبط كده، زراعة شريحة بيولوجية جلدية، وده اللي ساهم يعني في استعادة ديما قدرتها على الحركة. الحمد لله. الحمد لله. خدت قد ايه وقت هذه العملية والأطباء اللي شاركوا فيها؟ ديما قعدت عندنا ما يقرب من تقريبا 6 شهور، وفي فترة من فترات تأهيلها للتدخل الجراحي راحت لإحدى المستشفيات الأخرى للرعاية التمريضية والعناية بالجروح، وبعد كده كان في تقييم لحالة الطرف السفلي كله، وكان في مدرستين، المدرستين مش غلط، المدرستين كل واحد شايف قرار
مبني على ادله عمل اكلينيكيه. في مدرسه قالت او بعض الاستشاريين قالوا ان يفضلوا ان يحصل بتر في مرحله مبكره، والبنت يركب لها طرف صناعي مناسب لجسمها ولعمرها، وتبدا برنامج تاهيل عشان تبدا تستعيد انشطتها العاديه وتمارس حياتها طبيعيه جدا. المدرسه الثانيه قالت لا، احنا ناخد الريسك حتى لو كان فيه يعني نسبه نجاح تعتبر ضئيله، مراعاة لسن البنت ونفسيتها والأحداث اللي مرت بيها والظروف أهلها، لأن هي أغلب العائلة استشهدت في القصف. ولما جت لنا هنا جت هي وخالتها وأختها، وأختها كانت مصابة برضو إصابات بليغة جدا. وبالتالي احنا خيرنا الأسرة، والأب والبنت اختاروا أن يرجعوا تاني مستشفى أبو خليفة، ونبدأ رحلة العلاج ب6 تدخلات جراحية متتالية. الحمد لله ربنا كلل يعني جهود الفريق الطبي اللي انا باشرف بان انا بدير المستشفى معاه وعلى راسه. الحمد لله ربنا اكرمنا. يعني كل الامكانيات كانت متوفره وكل حاجه كانت متوفره الحمد لله. بالنسبه لديما يعني اثناء العمليه. خلينا نتكلم في ان القياده السياسيه كان في تاكيد على كامل الدعم لمصابي غزه واحداث غزه. وبالتالي اي حاجه كنا بنحتاجها عن طريق سلاسل الامداد بتاعتنا كان بيتم توفيرها لاشقائنا من غزه، زيه زي اي مواطن مؤمن عليه، مواطن مصري بيتلقى رعايه كانه في بلده بالظبط. فما كانش في عندنا الحمد لله معوقات من ناحيه اي مستلزمات طبيه او غير طبيه. والحمد لله الفريق الطبي عندي انا اشرف بان انا يعني بشتغل مع ناس على قدر عالي جدا من الكفاءه. طيب تمام، يعني خلينا برضو كده نتوقف مع حضرتك ونشوف الفيديو اللي تم عرض تجربتها ديما، وأكدت من خلاله ان هي بتشعر بالفخر لوجودها في مصر وبين أهلها. نشوف مع بعض جزء من الفيديو. يلا. عودة مرة أخرى مع الدكتور أحمد عبد الباقي، مدير مستشفى أبو خليفة للطوارئ والجراحات الدقيقة بمحافظة الإسماعيلية. برحب بحضرتك مرة تانية وأهلا بيك يا دكتور. أهلا بحضرتك. خلينا نبدأ بقى نتكلم عن بعد ما شفنا طبعا حالة ديما مازن الأخرس من فلسطين وإزاي تم علاجها بالمستشفى. خلينا نتكلم بقى عن المستشفى نفسها والحزم الطبية العلاجية المقدمة للمنتفعين طبقا لأحدث الإرشادات والبروتوكولات في مستشفى أبو خليفة. تمام. احنا المستشفى عندنا مستشفى طوارئ او تروما سنتر، وبالتالي التخصصات الاساسيه الرئيسيه فيها هي تخصصات جراحيه. عندي جراحه عظام، عندي جراحه مخ واعصاب، جراحه عامه وجراحه اورام، عندي جراحه قلب وصدر، عندي جراحه تجميل وبيشتغل الوجه والفكين، وعندي جراحه اوعيه دمويه. دول ال6 تخصصات الجراحيه الاساسيه. في سبورتنج سبيشالتيز او تخصصات مساعده في قسم العلاج الطبيعي، في عندي قسم الاشعه مزود باحدث التقنيات، عندي بنك دم، وعندي معمل مركزي. كل دول بيخدموا التخصصات الجراحية أو الناس اللي بتشتكي من أمراض تستدعي التدخل الجراحي. ده السكوب العام للمستشفى. عندي طبعا قسم رعاية مركزة، عندي رعاية مركزة للأطفال، عندي رعاية قلب، وعندي رعاية وسيطة. كده احنا بنتكلم في السكوبس الموجوده في المستشفى كلها او التخصصات اللي عندي وحزم الخدمات باجمالي 130 سرير هي الساعه الاستيعابيه للمستشفى. دي الطاقه الاستيعابيه للمستشفى بالظبط 130 سرير ككل. بالظبط. بالنسبه بقى للعنايه المركزه فيها قد ايه؟ العنايه المركزه احنا عندنا 13 سرير رعايه مركزه مقسم بين رعايه مركزه بالغين ورعايه مركزه للاطفال. وخلينا نتكلم ان الرقم ده حتى لو بدا ان هو رقم صغير شويه، بس خلينا نتكلم ان هي رعايه مركزه في المقام الاول بتخدم مصابي الحوادث او ما بعد التدخلات الجراحيه. فالرقم ده يعتبر رقم كبير، وان كان ان شاء الله احنا دايما عندنا خطط يعني نعمل اكسبانشن او نزود الطاقه الاستيعابيه بتاعتنا. وان شاء الله في خطه احنا رافعين بيها وبتتناقش في الفرع وهنعرضها على رئاسه الهيئه ان شاء الله، لان احنا نزود الطاقه الاستيعابيه بتاعتنا ونرفع سكوب خدماتنا، وحتى هنستهدف بعض التخصصات في المستشفى ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. خلينا نتكلم عن مكانها الاول، يعني مكانها على الطريق هي السفر. المستشفى يعني 17 كيلو بالظبط من مدينه الاسماعيليه
على طريق اسماعيليه بورسعيد، فهي تعتبر قبل مدينه الانطره بحوالي 5 كيلو. وده بيخليني كتروما سنتر اخدم المنطقه بتاعت الانطره وممكن من شمال سيناء. بالظبط. انا بتلقى يعني مصابين او بستقبل مصابين تقريبا من بعد بورسعيد بحاجه بسيطه لحد وسط اسماعيليه نفسها. وحتى في بعض الاحيان انا بستقبل بعض المصابين اللي موجودين في بعض مستشفياتنا، نظرا لان انا مستشفى جراحي في المقام الاول وعندي التخصصات الجراحيه بتقدم الموست تيرشري او الرعايه الثالثيه في التخصصات دي، فانا ممكن استقبل بعض المصابين عن طريق التحويل بعد العرض عليا وبعد التنسيق عشان اتاكد ان المريض هياخد خدمته صح وهيتنقل نقل امن. فممكن استقبل بعض المصابين من مستشفى زي مستشفى القصاصين او مستشفى فايد واقدم لهم الخدمه الطبيه عندي. ايه اللي بيميز مستشفى ابو خليفه للطوارئ والجراحات الدقيقه عن باقي المستشفيات؟ السكوب الجراحي مخليني مركز اكتر في التدخلات الجراحيه، والحمد لله كانت رؤيه الهيئه ان احنا نستقطب كوادر مدربه على اعلى مستوى. انا اغلب الطاقم الطبي عندي من حمله الدكتوراه الساده الاستشاريين على درجه عاليه جدا جدا من المهاره، وده خلانا الحمد لله نقدر نشتغل. بنقول زي ما حضرتك قلتي في الاول كده عمليات ذات طابع خاص، عمليات ذات مهاره وعمليات متقدمه، فاحنا بنسميها عندنا الكيس ميكس. احنا نعتبر الحمد لله الهاي كيس ميكس. هي دي الجراحات المتخصصه. الجراحات المتخصصه هي الجراحات اللي بتتطلب وجود تخصص واثنين وثلاثه او التخصص زي اللي حصل زي اللي حصل ديما لما دخلت العمليات. وده انتوا بتتميزوا بيه كمستشفى. الحمد لله. الحمد لله. الطوارئ والجراحات الدقيقه بتتميزوا بالتخصصات او الجراحات المتخصصه ذات تخصصات متعدده، يعني في الجراحه الواحده. احنا جاهزين لان المريض الواحد يشتغل معاه اكتر من تخصص في نفس الوقت، بدءا من عرضه على تخصص طب الطوارئ، مرورا بالتخصصات الجراحيه للتقييم، وانس ان احنا عملنا بلان اوف كير او وصلنا لخطه علاج ممكن يدخل فيها اكتر من تخصص، والمريض او اللي بيبقى مشرف على خطه العلاج هو اكتر واحد هيقدم خدمه للمريض وهيكون مسؤول عنه مسؤوليه كامله في اتخاذ القرارات الطبيه المتعلقه بالمريض ده. لكن بقيه التخصصات بتدخل حاجه اسمها كومانجمنت، وبيبقى لهم الانبوتس بتاعتهم، بيمروا على المريض وبيكتبوا ملاحظاتهم واوامرهم، والمريض بياخد خدمته ممكن من اكتر من تخصص عادي جدا في المستشفى عندي. ده يمكن بيميز المستشفى عندي عن بعض المستشفيات التانية اللي المريض فيها بيدخل على تخصص واحد بعيد. طيب خلينا نتكلم عن هذه الزيارة للدكتور أحمد السبكي وزيارته للمستشفى أبو خليفة للطوارئ والجراحات الدقيقة، ويعني هو تفقد الكثير داخل المستشفى، فيدينا تفاصيل عن هذه الزيارة وأهميتها طبعا. يمكن أنا كنت ساعتها في اجتماع في الفرع، ودكتور أحمد السبكي معودنا دايما إن هو بيمر عشان يشوف بالبلدي كده الأرض أخبارها إيه. فهي زيارة كانت زيارة غير مرتبة. دكتور أحمد سبكي كان في محافظة بورسعيد. أنا كنت في اجتماع في الفرع في مدينة إسماعيلية نفسها، وتم اختاري قبل ما دكتور أحمد سبكي يشرفنا في المستشفى ب10 دقايق. أنت فين؟ دكتور أحمد سبكي هيكون في المستشفى كمان 10 دقايق. فدكتور أحمد متعود دايما يدخل يتفقد أقسام المستشفى المختلفة. دكتور علي رفعت مدير الفرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية. اتفضل يا فندم. فاحنا اتفاجئنا ان دكتور احمد داخل، دكتور علي رفعت اتوجه على المستشفى وانا وراه، كان معنا دكتور محمد جبريل نائب مدير الفرع، ودكتور احمد يعني انا وصلت دكتور احمد دخل بعد بالظبط دقيقه او اتنين. هي بتبقى زياره مش مترتبه غير معلنه. يمكن هو متعود ومتعودين انتوا على كده تقريبا، يعني على طول بيفاجئ. هو عودنا احنا نعود الاستاف عندنا على كده. انا ممكن وانا قاعد في مكتبي الجاهزيه على طول، يعني لان في اي لحظه هتلاقوا اي زياره يعني. هي المسمى بيشنت سيفتي راوند، انا بطمن على سلامه المريض في المنشاه والخدمه اللي بيتلقاها. وبالتالي دكتور احمد عودنا هو ودكتور امير المدير التنفيذي ان احنا بنخرج من مكتبنا في اي وقت، اي نيرسينج ستيشن او اي قسم جوه المستشفى يتفاجئ ان انا جواه بشوف الدنيا اخبارها ايه. وبالتالي دكتور احمد بيعمل معانا نفس الحركه بالظبط. احنا بنتفاجئ ان هو داخل المستشفى ممكن نلاقيه في قسم الطوارئ، في قسم الاشعه، داخل قسم الداخلي، اخبار العنايه المركزه ايه، وروني الملفات الطبيه، التسجيل الطبي اخباره ايه.
بيطمن على كافه الاجراءات يعني اللي بتضمن سلامه الزيارة المريض. كلها شاملة كله، يعني بيطمن على المنتفعين اللي بياخدوا الخدمة داخل المستشفى، على التمريض، الأطباء، كل حاجة، بالظبط والأجهزة. بالظبط اه. بالظبط. لو في أي مشكلات أو معوقات بتطرحوها عليه، بتقولوا له مثلا احنا عندنا مشكلات كذا أو معوقات كذا؟ الحمد لله احنا يمكن ولا. متبنيين في الهيئه فكر الحوكمه الاكلينيكيه، وده بيكفل لنا حاجتين. بيكفل لنا ريبورتنج سيستم، ودي المعلومات اللي طالعه من تحت للجفرننج بودي او للهيئه الحاكمه فوق، والانستراكشنز او التعليمات والتعليمات التنظيميه واللوائح اللي بتنزل لي من الجفرننج بودي او من الهيئه الحاكمه للمنشات تحت. القصه بتاعت الريبورتنج سيستم دي، انا بقدر اي حاجه تعتبر معوقات او انا شايف ان هي هتخدم المريض بصوره احسن برفعها للفرع وبنتناقش فيها، وبنرفعها ببروبوزال او بطريقه عرض منهجيه مدروسه لرئاسه الهيئه، وممكن نناقشها مع الادارات المعنيه في رئاسه الهيئه، وفي الاخر بتتعرض على الدكتور امير التلواني، وبالتالي بتاخد قنواتها للدراسه وتاخد الابروفل بناء على دراسه منهجيه مظبوطه. ونقدر نقول ان يعني لو عندنا معوقات صوتنا دلوقتي مسموع، والحمد لله منهج الاداره في الهيئه يعني هنقول ايه، يعني هو يعتبر المودرن او الريسنت هيلث كير يعني سيستم او هيلث كير بروفايدنج سيستم. الحمد لله احنا بنتبنى اساليب اداره اللي اغلب المنشات دلوقتي على مستوى العالم في الدول المتقدمه بتتبناها. وعشان كده زي ما حضرتك بتقولي، اي معوقات او اي حاجات انا شايف ان هي ممكن تكون من صالح المريض ان انا استحدثها او اعدلها، برفع بيها وبيتم مناقشتها، وفي حال ان انا كلامي طلع فاليد والارقام طلعت كويسه ودرسناها مظبوط بيتم الموافقه عليها، مفيش مشكله خالص. تمام. طب خلينا نتكلم برضو عن الاعتماد القومي كأول مستشفى تبع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية، اللي بتحصل على درجة الاعتماد طبقا للنسخة المستحدثة والمعتمدة أيضا دوليا. تمام. خلينا نتكلم ان هيئه الاعتماد والرقابه هي هيئه معنيه بان هي بنسجل فيها الاول، بنقول احنا جاهزين لان احنا نعتمد ان احنا هنقدم خدمه طبيه امنه طبقا لاعلى معايير جوده تقديم الخدمه الطبيه العالميه. هيئه الاعتماد والرقابه معتمده من منظمه الاسكو العالميه، هي شريك لينا. هم بيدخلوا بيعملوا اوديت او سيرفي، بيقعدوا معانا عده ايام، بيطمنوا على الباث واي بتاع البيشنت، يعني مسار المريض من اول ما بيدخل لحد ما بيخرج، التسجيل الطبي، سلامه الدواء، سلامه المستلزمات الطبيه والغير الطبيه، الدوره المخزنيه، بيبصوا على كل حاجه حتى الحاجات الخاصه بالسلامه والصحه المهنيه في المنشاه. وبالتالي لما بيلاقونا الحمد لله فولفيلنج الكرايتيريا او بنقابل المعايير بتاعتهم، بيتم تسجيل وبعد كده اعتماد المستشفى طبقا للمعايير القوميه في جهار او في هيئه الاعتماد والرقابه. وبيبقى لهم زيارات بعد كده، في منها غير معلن كتير، يطمنوا ان اللي شافوه في الفيزيت الاولانيه هو اللي موجود على طول، وحتى بيبقى في ساعات زي سيرفي او استبيان يعني المرضى نفسهم او المنتفعين في المنشآت عندنا. بيحصل كم زياره يعني؟ بيزوروا كانوا كم لسه زياره؟ عندي الاسبوع اللي فات. احنا يعني هي حتى بعد الاعتماد، يعني بعد ما بيتم منح الاعتماد ولا قبل الاعتماد بيتم الزيارات للتاكد بما قدم اليه؟ بعد الاعتماد. بعد الاعتماد بيبقى في زيارات، والزيارات خلينا نتكلم في ان هي زيارات هي اسمها كلينيكال اوديت او فحص وتدقيق، بس الهدف منه ارتقاء بالمنظومه بتاعه التامين الصحي الشامل كله. يعني ما فيش حد بيقاضت على حد عشان يعاقبه، لا، احنا الهدف بتاعنا كلنا المريض. انا على اعتقد ان المستشفى من يعني واحده من ضمن 6 مستشفيات اللي مجهزه على اعلى مستوى. الحمد يعني لله. يعني مجهزه تجهيزات، انا بصراحه شفتها حاجه مبهره وجميله بصراحه من جوه، حاجه ممتازه. الحمد لله يعني المستشفى مجهزه عشان تخدم مصاب الحوادث بطريقه احترافيه. والحمد لله بفضل ربنا احنا ما عندناش تقريبا معوقات في التشغيل، وقدرنا يعني نشتغل على. كان ليها دور كبير جدا ايام طبعا كورونا، كانت يعني مستشفى عزل كانت على اعلى مستوى بصراحه. بالزبط. يعني بالظبط. فالحمد لله المستشفى مجهزه ان هي تقدم خدمه طبيه على اعلى مستوى طبقا لمعايير الجوده. ايه دي ديما كان
يعني شرفنا بعد ما خرجت بقى من شرفنا دكتور خالد عبد الغفار يعني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة. ده كان في الملتقى السنوي الخامس للهيئة في آخر نوفمبر اللي فات. وديما كانت موجودة هي والعيلة، ومعالي الوزير كرمها بنفسه، ومع دكتور أحمد سكي هنا. وكان معالي وجه بكلمة إن إحنا مش بنحتفل بإن ديما يعني خرجت بتمشي على رجليها، إحنا بنحتفل وبنحيي وبنكرم إصرار وعزيمة وإرادة لطفلة 13 سنة قدرت تتعاون مع الفريق الطبي عشان الحمد لله ربنا يكلل جهود الكل بالنجاح وترجع تدوس على رجلها وتمشي تاني. الحمد لله. طيب خلينا برضو نتكلم عن جزئية هامة، وهي الأطباء والتمريض والتدريب اللي بيحصلوا عليه، لأن ده من الحاجات المهمة جدا يعني. احنا عندنا إدارة التدريب اسمها إدارة التدريب الإلزامي، بمعنى إن كل رئيس قسم وكل مدير إدارة في أول السنة بيحط أو بيضع قائمة بالتارجتس أو بالمواضيع والتوبكس اللي هو شايف ان الافراد عنده او اعضاء القسم او الاداره دي هيستفيدوا من ان هم يتدربوا عليها. واداره التدريب بتبدا تنسق الكلام ده بما لا يتعارض مع تقديم الخدمه الطبيه للمريض، وفعلا بتنزل برامج تدريبيه كتيره جدا للفريق الطبي وللفريق الاداري سواسيه. غير ان احنا الحمد لله في شراكه ما بين الهيئه وما بين منظمه الصحه العالميه لتدريب الاطباء والتمريض على في الماس كاجوالتي مانجمنت او مواجهه الاحداث الجسيمه، مواجهه الاحداث اللي ليها علاقه باي حدث كيماوي او نووي. الحمد لله انا شرفت بان انا كنت واحد من الناس اللي اتدربت مع منظمه الصحه العالميه عده مرات. فخلينا نتفق ان الفريق الطبي دايما في برنامج تدريبي محطوط ليه، سواء على الجانب الاكلينيكي، وده ليه علاقه بالبروتوكولات وادله العمل الاكلينيكيه المعتمده المحدثه، او على الصعيد الاداري للاداريين اللي موجودين في المستشفى. والفريق الطبي والفريق الاداري ممكن يشتركوا هما الاثنين في التدريب اللي ليه علاقه بالحاجات البرامج التدريبيه اللي ممكن تقدمها منظمه زي منظمه الصحه العالميه لمواجهه الاحداث الجسيمه. تمام. احنا كمان عندنا بجانب المستشفى ما يقدم من خدمات للمنتفعين من جراحات وغيرها، عندنا كمان العيادات الخارجيه. اكيد. خلينا برضو نتكلم عن التخصصات الموجوده في العيادات الخارجيه، وبتستقبل قد ايه في العيادات الخارجيه. احنا دلوقتي التخصصات الجراحيه كلها السته الاساسيين كلهم ممثلين في العيادات الخارجيه. وعندنا رعايه القلب، دكاتره القلب ليهم عيادات قلب خارجيه في خلال الاسبوع، غير عيادات تانية ليها علاقة بالإيكو أو اللي هو الموجات فوق الصوتية للقلب. عندنا عيادة للأشعة، يعني ممكن منتفع يتحول عندي عشان يعمل أشعة بس، وياخد تحويل من الوحدات، يتحول من مراكز الرعاية الأولية والوحدات الصحية عشان يعمل الأشعة بتاعته وياخد الأشعة بالتقرير ويروح يتعرض على أيا كان الدكتور اللي كان بيتابعه. عندنا برضو الفحوصات المعملية نفس القصة، عندنا عيادتين أو صالتين للعلاج الطبيعي. عندنا قسم العلاج الطبيعي في العيادات الخارجية بيقدم خدمات العلاج الطبيعي على أعلى مستوى، والحمد لله يعني نتائجهم أكثر من ممتازة. ده بالنسبة للعيادات الخارجية اللي موجودة في المستشفى. استقبل قد إيه يعني الطاقة بتاعتها قد إيه استقبال العيادات الخارجية لو قلنا يوميا استقبل قد إيه؟ يعني احنا يوميا ممكن نخدم ما بين 250 إلى 300 منتفع. الرقم ده طبعا يعتبر دلوقتي رقم مش عالي قوي، بس خلينا نتكلم ان احنا في الشتاء ابو خليفه فيها برضو يعني تركه كده ان فيها حاجه اسمها سيزوناليتي، بمعنى انا علشان على هاي واي، انا على طريق سريع، فالناس في الشتاء وفي اوقات الامتحانات في اوقات الاعياد في شهر رمضان بيفضلوا ان هم يعني يأجلوا المشورة الطبية، أو لو حد بيتجهز لإجراء جراحي طالما انتقائي ومش طارئ بيحب يأجله لبعد المدرسة أو بعد رمضان أو بعد العيد. هو طبيعتنا احنا كده، إن هخلص امتحانات الولاد وأروح أعمل العملية بتاعتي. فعشان بس العيادات الخارجية عادي يعني العيادات شغالة على مدار السنة. أنا بتكلم إن التحويل من كتحويل يعني التحويل من مراكز الرعاية الأولية ممكن يخف شوية. فاليومين دول احنا عشان في الشتاء البطانية بتبقى عاملة شغل، فيعني ممكن نخدم حوالي 300 هل برضو المستشفى وانت حضرتك كمدير للمستشفى بتستعد في الشتاء غير الصيف؟ يعني في وقت معين انت بتستعد استعداد خاص مثلا؟ يعني مثلا دايما يقول لك الشتاء البرد واعراض البرد متحور كورونا مش عارفه ايه، هل بيكون لكم استعداد خاص مختلف عن مثلا فصل الصيف؟ على صعيد العمليات عندي وعلى صعيد الرعايه
طبعا انا بزود الالوكيشن او بزود عدد الاسره بتاعه رعايه الاطفال بالذات المخصصه لخدمه مرضى العدوى، عدوى الجهاز التنفسي. يعني لو في اي حد عنده التهاب شعب هوائيه او التهاب رئوي ومحتاج يتحجز في الرعايه، طبعا لازم نوفر اسره للمرضى دول. وبالتالي في فتره الشتاء احنا ممكن نعلي شويه تخصيص عدد الاسره المتخصص لرعايه الاطفال. الاجراءات الجراحيه عشان خاطر حضرتك بتتكلمي في ان ممكن العدد يقل شويه، احنا بنلعبها بكواليتي. انا اسف في اللفظ بس هي بتتعمل كده. فاحنا ممكن نعلى بالكيس ميكس زي ما بقول لحضرتك، يعني خلاص انا عدد المرضى اللي عندي قل، بس الكواليتي بتاعت الشغل مش المفروض تقل. وبالتالي الليسته لو قلت في العدد ما بتقلش في الكواليتي، وممكن تستهلك عدد مرضى حتى وان كان اقل من العادي في الصيف، لكن بكواليتي اعلى، اللي هي العمليات الكبرى والمتقدمه وذات طابع خاص وذات مهاره. خلينا نتكلم في بروتوكولات بينكم وبين مستشفيات اخرى، بين معامل. خلينا نتكلم في ان احنا التنسيق اللي بيننا بيتم مركزي عن طريق الغرفه الوطنيه. بيتم بيننا وبين مستشفيات وزاره الصحه اللي هي تابعه لمديريه الصحه. الجامعه في تنسيق بيننا وبين مستشفى الجامعه عن طريق غرفه الشبكه الوطنيه. والحمد لله احنا يعني نعتبر كلنا شركاء في خدمه المريض. يعني فايا كان المكان اللي المريض هيتلقى فيه خدمته، احنا بنحاول نتعاون قدر المستطاع عشان نسهل الموضوع ده، والمريض ياخد او يتلقى خدمته في المكان الانسب ليه. طبعا يعني ما تحلموا بيه في الفتره، او حضرتك بتحلم بيه في الفتره القادمه لمستشفى ابو خليفه، او بتفكر فيه كمشروعات مستقبليه ان شاء الله؟ يمكن انا اليومين دول احنا بندرس، وان شاء الله بنرفع بروبوزل باستحداث بعض التخصصات منها الباطنيه عشان يخدم المرضى اللي بيدخلوا عندي ويتجهزوا لجراحات، او يخدم المرضى بتوع منطقه الانطره وابو خليفه فيما يتعلق بالعيادات الخارجيه. يمكن بحاول برضو كده نعمل دراسة بسيطة نشوف لو هنعرف نستغل غرفة أو اتنين من غرف العمليات اللي موجودة تحت في الطوارئ. هو في غرفتين تحت، نستغل واحدة أو اتنين منهم بحيث إن احنا يعني نستحدث سكوب جديد جراحي أو تخصص جديد جراحي معانا، حتى لو كانت جراحات يوم واحد. فيعني ربنا يسهل بإذن الله. إن شاء الله أنا بوعد شعب اسماعيليه انه هيسمعوا اخبار يعني مفرحه وجديده قريب عن مستشفى ابو خليفه ان شاء الله. ان شاء الله. شرفتنا ونورتنا النهارده يا دكتور، وبشكرك جدا لوجودك معانا. بشكر الاستاذ دكتور احمد عبد الباقي مدير مستشفى ابو خليفه للطوارئ والجراحات الدقيقه. شرفتنا ونورتنا يا دكتور، اشكرك جدا. شكرا. خلونا بعد الفاصل بنتابع مع حضراتكم في قلب الحدث.